الرابع هو شريف رشوان على بركة الله. الزمالك باللون الاسود والشوط الابيض، المصري البورسعيدي باللون المميز دائما الابيض والاخضر. بداية نادي الزمالك على يسار السادة المدين. تحيات المباراة احيب والتقديم الكابتن احمد الشوبير، ضيوفه الكرام من كبار نجوم كرة القدم المصرية، سواء كان الكبير كابتن يونس، كابتن بيل، الكابتن علي يهوب، الكابتن اسلام اشاطر، لهم جميعا كل التقدير. بداية اللعب والزمالك والمصري، والعام الماضي فاز الزمالك على المصري مرتين. احمد حمودي واحد من صناع اللعب المهرة، ولكن ما اكثرهم في الزمالك هذا الخط. لعب على طول ملعب صالح المصري، وحكم اللقاء الحكم محمد الحنفي السنة دي اول مباراة يديرها للزمالك هي دي، والحنفي السنة دي اول مباراة يديرها المصري هذا الموسم هي دي، رغم انه ادار 6 مباريات لا فيهم المصري ولا زمالك. محمد مجدي افضل مدافع هداف الدوري المصري حاليا ب4 اهداف، يتقدم الى احمد ايمن منصور الباك الشمال. تحرك كابوريا بالموهوب ولعب وصانع الجميل لكابوريا قصير، ولكن في خط لصالح نادي الزمالك. ادي علي جبر بيلعب، وجنبه النهارده احمد دويدار. معنا هنا تغطية إعلامية الزميل العزيز عبد الحميد حافظ معلق للتلفزيون المصري، والكابتن حسام صديق معلق لإذاعة الشباب والرياضة. واهتمام كبير جدا جدا حقيقة بهذا اللقاء، خاصة بعد لقاء أيضا كبير عشنا معاه بانتصار من ضربة حرة لعبد العيد السابق ل6 نقاط للأهلي بعد ريل بيسيرو، والكابتن زيزو هو المدير الفني حاليا للنادي الأهلي إلى أن يجد جديد. ضربة حرة لصالح محمد مجدي، لاعب المهام صعبة وصاحب ضربات الرأس المؤثرة بإحرازه 4 أهداف بنقاط غالية جدا للمصري. يلعب على طول إلى أحمد أيمن منصور. محمد مجدي، شوف النادي المصري بيلعب اللعب على الأرض على طول، بيحاول يطلع بالكرة على الأرض شيكابالا، لكن تواصل جيد في نص الملعب. النهارده في غياب السيد عبد العال اللاعب المهم جدا في تشكيلة حسام حسن والنادي المصري. برضه محمد مجدي أمامية لكن في أوفسايد، راية مرفوعة من المساعد الثاني الأستاذ الدكتور أحمد التلاوي. النهارده معنا أستاذ دكتور في كلية الآداب جامعة المنيا يا عظمته، بينما حسام حسن في المدرجات للإيقاف بعد وقعة الاتحاد الأخيرة، ففي إيقاف مباراة واحدة لحسام حسن، غير غرامة مالية للنادي، وأيضا غرامة بسبب تشهير أحد سكان النادي المصري ملعبه هو النادي الإسماعيلي، وبالتالي المباراة هي مباراة النادي المصري. رمي تمس، عندنا عبد الله جمعة هو الباك اليمين للنادي المصري. عبد الله جمعة يلعب على طول، رمية التماس في العمق اماميه. شوف النهارده احمد رؤوف وتحركاته، لكن علي جبر على طول يسيطر الى شيكابالا، يعود الى استاد الاسماعيليه ولكن باللون الابيض، اللون الابيض والاسود. النهارده الزمالك بعيدا عن لون الصمبا دراويشي، النادي العيلي قدم عروضا مرة هدفين للدرب. انتقل الزمالك، واصل هدف، واصل عزف جميل لكرة القدم بماكت شيكابالا اقصى اليسار ده على طول اماميه، لكن النادي المصري وحسام حسن عاملين زياده عدديه دايما في مكان الكرة. ادي احد حسام ميدو اماميه على طول كعب الرجل، نشوف اللمسه الاخيره ولكن مقطوعه. ادي الباص الامامي، البحث دائما عن احمد رؤوف راس حربه النادي المصري. سنده نص ملعب على كابوريا، يصير موفق الباب المصري الصابري على طول الطلب، هربت راحت ضاعت. اخطر الفرص على الاطلاق احمد رؤوف. يا سلام على كابوريا، ازأز كابوريا، شوف باص كابوريا، وادي احمد رؤوف راس الحربه اصبح هو في الخارج ودخل في العمق في اللقطه الاخيره. احمد ياسر على امل ان يكون هدف، ولكن هربت طولت ضاعت راحت. ادي التحركات، اعتقد كان فيها اوفسايد لانه كان متقدم في الاخيره، لكن ضاعت الفرصه على لكن اللعبه حلوه. جال يمين اشتغلت رغم وجود حماده طلبه اللي سماته الدفاعيه اكتر. تاني كابوريا ناحيه اليمين، هات وخد، برضه كابوريا لعيب موهوب حريف يعدي ويمر. الحكم يقول لا شيء، ضغط النادي المصري، خدوها من تاني، خلصوها من تاني، تعود من تاني، ولكن في فاول بل ايقاف اللعب لاصابه احد لاعبي النادي المصري. مهاب سعيد عارفينه قوي، لعيب النادي ملعب مش غريب ابدا. احمد حمودي بالكره الحقيقه الاول، عشان كده حكم اللقاء قراره كان سليم جدا جدا جدا، لكن قد يكون نزوله على ايده ما كانش طبيعي. مهاب لعيب كويس، اللعيبه اللي كورتها كويسه. ادي النجم الكبير حازم امام رئيس جهاز الكره في نادي الزمالك، احمد حسام ميدو المدير الفني، كابتن محمد صلاح المدرب العام، عبد الهادي مدرب مساعد، ايمن طاهر مدرب حراس المرمى، سيد متولي مدير اداري، احمد زاهر الفريق ده الادار، السيد الدكتور محمد كراويس محلل. نرجع لهم بعدين. نرجع تاني في نص الملعب، كعب الرجل على طول نشوف حمودي وايمن حفظ، لكن المصري عمل ستار في نص الملعب الى مهاب سعيد. مهاب لا يهاب، يتقدم، ولكن الشناوي ابن المصري ابن بورسعيد وحارس مرمى الزمالك واحد افضل حراس مصر حاليا على الاطلاق، ولكن سقوط على الارض وبروح جميله. اكيد لازم محمد الشناوي يوعد ويطلع الشناوي صح الى رمس حسن. الجهاز الفني نادي المصري هو لاعب الزمالك السابق، الجهاز الفني للنادي المصري عندنا النجم الكبير حسام حسن كمدير فني، كابتن ابراهيم حسن مدير كوره،
طارق سليمان مدرب عام، البي والنجم بورسعيد السابق، حسن مصطفى لاعب الزمالك السابق والاهلي ومنتخب مصر والسويس والاتحاد السكندري، عماد المندوه هو مدرب الحراس، وليد بدر مدير اداري، محمود جابر اداري، سحيري اداري شؤون. هنكمل برضه بعدين لان نرجع للماتش تاني. بدايه لعب احمد ودار، حاول الزمالك لكن نص ملعب النادي المصري بيضغط بقوه من حيث ثلاث حاجات مهمين: منظمين كويس، زياده العدديه مكان الكره كويسه، الجديه في دخول على الكرات المشتركه عاليه. اهو زي موقف زي ده اهو، بص حضراتكم اهو، مش بسهوله طويله خلاص. محمد مجدي لعيب محترم ستوبر، مايل ناحيه الشمال وبيغطي جنب ايمن منصور على شيكابالا ايمن حفني في نص الجديد الى رميه احمد حسام على الخط، طارق سليمان الناحيه الثانيه على الخط، احمد حسام ميدو كربع عظيم، طارق سليمان لاعب وسط مصر وفي النادي المصري طويله امامي على طول ناحيه اليمين. نشوف جمعه لكن الضغط عليه، انضباط تكتيكي من لاعب الفريقين، لكن النادي المصري هو اللي نجح انه يوصل للمرحله الخطره او المرحله المهمه الحقيقه، وكاد ان يسجل. عبد الله جمعه ايمن شارك في المباراه ده باسامه العزل في العمق جنب محمد مجدي، ادي ميدو ومحمد صلاح وحازم امام. مشوره محمد صلاح خصوصا وان كانت ما بتفرقش كتير فنيا جوه الملعب، ان محمد صلاح درب النادي المصري 6 مرات محمد صلاح دخل النادي المصري تصويبه، ولكن الشناوي من تصويبه حلوه في اللعبه اللي فاتت، برافو من كابوريا. احمد موسى اللي في توقيت موسى بيتدخل وينقذ موقف، تحركه كويس، انتشاره كويس، ولكن الشناوي تمركزه دايما ايضا كويس. النهارده في المدرجات هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر الارجنتيني، ومعاه طبعا الكابتن اسامه نبيه المدير الفني، كابتن محمود فايز المحلل الفني ومترجم ايضا في نفس الوقت، ومستر فانتا، كابتن احمد ناجي مدرب حراس المرمى، كلهم موجودين الحقيقه هنا في الاستاد بيتابعوا هذا اللقاء. وقبلها كانوا على مباراه الاهلي الاسماعيلي في ديفيجن. في نص على طول النادي المصري بيحاول تحرك من دفاع للهجوم بشكل كويس وسرعه عاليه، ولكن عمر جابر بيحاول، راحت هربت، لازال مستمر موقف 1 على 1. عمر جابر غطى نفسه تاني ويغطي عمر جابر بشكل ممتاز ويجبر النادي المصري على ضربة مرمى. احمد ايمن منصور للتقدم الشمال بتغطية فني لمنتخب مصر زي ما قلت لحضراتكم متابعين ومنتشرين الحقيقة في كل ملاعب. كوبر واحمد ناجي واسامه نبيه ومعاهم الكابتن محسن عنان، واحد ايضا المراقبين الكبار للجنه المسابقات، ادي الكل على فوق، ونائب رئيس منطقه السويس لكره القدم. النهارده ايضا مراقب المباراه الكابتن عز الدين احمد من منطقه السويس. رمي التماس، الحنفي يكلم ونوع من التحرك الخفيف البسيط، ضغط قوي. شوف احمد ياسر واسامه ورفاعي قويه دورهم في نص الملعب. النهارده نادي الزمالك بيلعب بدون راس حربه طبيعي رئيسي اساسي، سترايكر طبيعي بيلعب تقريبا بكهرباء ولا يبقى يكون راس حربه معظم الوقت. لكن نشوف مهاب سعيد، مهاب يرجع ورا 2 على طول الى جمعه. تركيز النادي المصري اكتر على الجبهه اليمين، الزمالك عامل ميلان اقصى احمد ايمن. شوف الجبهه حضرها حسام في الاجناب، ولا نادي الزمالك برضه توقيته ممتاز. طارق حامد لسه، شيكابالا لسه، ايمن حفني لسه، حمودي لسه، كهربا لسه. رباعي الامتاع في نادي الزمالك لم يمتع ولم يقدم اي شيء في المباراه حتى لحظه للضغط الكبير اللي عليه. الله على الباص الجميل، يا سلام عليك ولد الى شيكابالا كابتن الزمالك، شيكا عرضيه عكسيه بعيده ودوء وبكل الني. الله جمعه يعيد رمزي راد فاروق مدافع نادي الداخليه، اخطا 3 مرات هذا الموسم باخطاء قاتله كلفت الداخليه الكثير، وده لا يمنع انه لعيب كبير. امام بتروجيت هذا الاسبوع، بتروجيت فاز على المقاصه 1-0، انبي فاز على المحله 3-0، دجله فاز على داخليه 1-0، سموحه فاز على الاتحاد السكندري 2-0، الانتاج النهارده الحربي فاز على الحدود 3-0، واسوان فاولون 2، والحول خساره هدف الفوز بالاربعه. نشوف مهاب سعيد النادي المصري مركز من الجبهه اليمين كتير، محمد علي جمعه الجميله، ولكن على طول في توقيت مناسب حارس المرمى الشناوي يمسك على طول بثبات. ليا ملاحظه بسيطه قوي ما يجبش انها تحصل، ان شناوي حارس مرمى الزمالك لابس اصفر والحكام لابسين اللون الاصفر. اعتقد كان ممكن تدارك هذا الموقف قبل ان تبدا المباراه. مجرد ملاحظه، مجرد قدر نص الملعب هات تعود من تاني. رفاعية اللمسه الواحده، حمد اسامه لكن مضغوط عليه. شوف على طول كهربا فين، كهربا عنده مساحه كبيره انطلق، لكن اسامه عزب وكهربا، واسامه عزب اسرع، اصبح اقرب وبمبدا الامان الى رمي التماس. عمل تغطيه ممتازه وتوقيت ممتاز وقرار سليم 100%. اسامه العزب شكر لحسن للنادي المصري. ميدو 3 مباريات لم يدخل مرمى اهداف ب3 انتصارات ب9 نقاط، يتمنى ان يستمر طبعا
طبعا يتمنى ان يستمر، يتمنى ان يستعيد الصداره من النادي الاهلي اللي فاز النهارده على الاسماعيلي، طبعا يتمنى. هل يسمح حسام حسن بذلك؟ يتقدم من جديد، تاني على طول، تاني يعدي حماده طلبه، لا على طول النادي المصري في مناسب. احمد رؤوف على طول اقصى يسار، تحرك جميل ومناسب جدا. اللعبه الاخيره اقصى اليمين تاني الى مهاب سعيد، يغير اتجاه اللعب على طول الى كابوريا، احمد موسى كابوريا عدى مره وفات، ولكن يا سلام يا طارق يا حامد يا لعيب، يا سلام يا طارق يا حامد يا لعيب، توقيت كويس قوي. وعمر جابر وعلي جبر مأمنين نفسهم ورا كويس قوي. اماميه من تاني برضه اسامه العزب بيلعب في المكان اللي لعب فيه عبود الخضري، وكان فيه علي المصري واحد من نجوم المصري واسمه على اسم المصري 12 كابتن للنادي رقم كبير، وثاني على صويبه ولكن صالح المناسب وهدوء من صويبه كهرباء. مصري كان مدافع كبير واسمه اسم غالي على البورسعيديه بحكم ان هو اسمه نادي انه اسمه المصري على نادي المصري. ثاني على طول اماميه في نص ملعب، لكن في فاول لصالح نادي الزمالك. ترجع من جديد شيكابالا يحافظ على كورته كويس، يدي لطارق حامد. اماميه على طول ايمن حفني نجم الكبير الموهوب، واحد من اهم لعيبه مصر ونادي الزمالك مهاره. ايمن حفني بيعدي ويمر، ولكن على طول في نص الملعب ضغط من لعيبه نادي المصري واستخلاص جميل في اللعبه الاخيره الحقيقه من احمد ايمن منصور. الضغط ايمن حفني بمهارته الحلوه معاها دول الكحل الازرق الغامق للزمالك في ارضيه الملعب، طبعا لان المصري لابس الابيض فالزمالك لابس اللون البديل اللي بالنسبه له. رمزي صالح الحارس الفلسطيني اماميه على طول على صدر بشكل كويس قوي احمد رؤوف، وتحرك كويس احمد رؤوف، وتحرك احمد رؤوف ليه هدفين: الهروب من الرقابه وتفريغ مساحه من الخلف. حسام حسن متابعه من المدرجات التعليمات، وجنبه دين اعتقد هم يعني مرسال بعيدا عن التليفونات والموبايل والكلام ده كله مع الجهاز الفني. انطلاقه تاني عبد الله جمعه بادئ كويس قوي وعامل ماتش كويس حتى الان. انطلاق اماميه تاني على طول، هات وخد مثلث جميل بيعمله النادي المصري، في جمل بيعملها النادي المصري، مش مجرد ان ناس بتلعب وخلاص، لا في جمل تقريبا متفق عليها. ضربه حره في تداخل الاصوات، اعتقد مسافات قريبه جدا، كان في مساحات واسعه ممكن يتعمل فيها كابينه في مكان تاني او حاجه، المكان عندنا كبير. ولكن رمزي صالح احمد حسام ميدو مباشر شويه شد على اعتبار ان الماتش اللي كانت عنده يعني مشكله في لقاء كان انتهى مع الاتحاد السكندري وايقاف لحسن وغرامات، والمصري كان كويس وقال لك كمل مش عايز تعطلني، ما تكون مني يعني ما كنتش انا السبب فيها كوجهه نظر. بينما نادي الزمالك انتصارات متتاليه تعطي الفريق ثقته في نفسه، ثقته في المجموعه، ثقه الفريق في الجهاز الفني والاداري الجديد. كل الحاجات بتلعب دور في استمرار الاداء الجيد او النتائج الجيده. دي ايمن حفني ضغط عليه بقوه في اللعبه اللي فاتت من احمد ياسر لهدف هذا الموسم. احمد ياسر مع النادي محمد الحنفي اللقاء السنه اللي فاتت ادار 7 مباريات الزمالك فاز في 6 وتعادل في 1، لم يخسر ابدا الزمالك مع هذا الحكم العام الماضي. بينما هذا العام دي المباراه الاولى اللي مع نادي الزمالك، المباراه الاولى مع النادي المصري. السنه اللي فاتت ادار لقاء الزمالك والمصري وكان فاز الزمالك 1-0، ولقاء الاهلي والمصري كان فاز الاهلي على المصري 2-0. انطلاقه ثاني من جديد حماده طلبه واخد حبوب منشطه، تقدم ايجابيه تمام، الباص الامامي خوف التحرك في خلف للامام، ولكن تامين دفاعي وعلي جبر واحمد الشناوي حارس المرمى. ايمن حفني رفع ايده، ضربه حره غير مباشره. خلي بالك ايمن الحاجات دي الحاجات الكره الشراب والكره الخماسيه والكلام ده، لكن عدت على خير. ادي احمد الشناوي ابن بورسعيد، ولد في بورسعيد، طلع مع النادي المصري مع منتخبات مصر المختلفه للشباب للكبار، ثم انتقل لنادي الزمالك. صفقه عظيم يكثر حراسنا اخرهم احد السيد مع نادي الزمالك. يعني المندوب مدرب حراس مرمى النادي المصري هو مدرب حراس مرمى الزمالك سابقا، وقال لي الحقيقه ضربت كتير وشفت كتير، لكن حسين السيد ونادر السيد وعبد الواحد السيد والشناوي فعلا من افضل الحراس اللي مروا على تاريخ كره القدم المصريه. شيكابالا الى عمر جابر، مصطفى فتحي قاعد على دكه البدلاء، وده لغز كبير جدا جدا، ليس فقط اللقاء بل ليس فقط بل قبل. ثاني على الفاعي غير مكانه على طول في نص الملعب، لكن اسامه العزب يا ولد تركيزه عالي جدا، حامل حمى في خط الظهر اسامه العزب. حمد علي جمعه الى كهرباء، يصوب ولكن فين الى ضربه المرمى. خدها كهرباء على طول من لمسه واحده، كان ممكن يستلم يحطها تحت رجله وهو بيعرف يراوغ، لكن قرر التصويب، جت خارج القائم الايسر تقريبا بيرضى واحده. ضربه مرمى رمزي صالح
اماميه فوق، لكن علي جابر مميز في ضربات الراس وطول الحقيقه انه في قاعد احتياط مع الزمالك. فوز النهارده يلقي بالضغط على نادي الزمالك، مفيش كلام. اعتلاء القمه وان كان لسه المشوار طويل، لكن مفيش شك ان بتدي ثقه والطمانينه للفريق، للاعبين للجماهير كلها، حاجات مهمه جدا. تاني على طول شوف حمودي فين، حمودي فين، ادي كهربا رجع لورا، الزمالك بدون راس حربه، ادي الشيكابالا، لان كهربا متعود يلعب في الخط اللي خلف راس الحربه وكانه 9.5 ليس الرقم 10 في اتواجد في المكان اللي المفروض يكون يتواجد فيه راس حربه رئيس سترايكر طبيعي على طريقه باسم مرسي او محمد سالم، الاثنين النهارده قاعدين احتياطي. نادي الزمالك راس كهربا مضغوط عليه، ادي اللي عاملها لعيبه المصري ممتاز، لعيبه النادي المصري ممتازين مركزين، ليهم فرصه خطيره وليهم محاولات هجوميه محترمه ودفاع قوي. بدا نادي الزمالك يتواجد في نص الملعب اكتر، طارق حامد النهارده، ابراهيم صلاح خارج التشكيله بالكامل لنادي الزمالك، لكن في عندنا بره معروف يوسف من بدلاء خط وسط نادي الزمالك النهارده، معروف محمد ابراهيم عطي، باسم محمد سالم، واحد مكي، مصطفى فتحي، كوفي يصلح احتياطي لخط الظهر، وحماده طلبه من جوه الملعب يصلح احتياطي لخط الظهر بالكامل رغم انه بيلعب في الملعب. مهاب سعيد تمريره جميله، سلام تحت ضغط بتحضير بدوران رؤوف، ولكن ضاعت اقصى اليمين. ارضيه ملعب النادي الاسماعيلي يا جماعه استهلكت، ارضيه ملعب النادي الاسماعيلي استهلكت ما بين تدريبات، ما بين مباريات الاسماعيلي والنصري والتدريبات، ما كانتش كده، ما كانتش كده ابدا. 17 مدرب في 14 جوله ونص تمت اقالتهم. نادي المحله اقاله محمد فايز ايضا، او يكمل المسيره مع نبيل خروب ومحمد جنيدي. انطلاقه ثانيه من جديد يحاول مهاب سعيد، لكن يا ولد ابراهيم عبد الخالق وطارق حامد في نص الملعب بيتصدوا ثم الهجوم المعاكس، فرصه مساحات نادي الزمالك والتحول بالدفاع الهجوم، كهربا انفراد، اول اهداف اللقاء، اول اللقاء لبراعس كبيره هو رمزح. الله 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 الله، تحول عظيم من الدفاع للهجوم وسط حاله من الفوضى والسرحان لدفاع النادي المصري، ولكن كهربا يصطدم الحقيقه بتألق كبير لرمزي صالح اللي بيتصدى وينقذ مرمى النادي المصري بين هدف محقق. لكن الزمالك ظهرت قيمه الهجمات المرتده، ظهرت كهرباء التمركز تمرير، لنا يبقى الاخيره حتى تكتمل الصوره، عنصر المفاجاه وعنصر الرتم السريع. النادي المصري في حاله توم في اللقطه الاخيره، رمزي صالح صاحي لا ينام، رمزي صالح صاحي لا ينام. ضربه حره لصالح النادي المصري، رمزي وقف من نادي الزمالك السيد، وقف مكان المصري اشرف نور، وقف مكانه من نادي الزمالك نصر عبد اللطيف. زملكاويه حرسوا مرمى النادي المصري، كان في سيد عبد الله زمان حارس تاريخي لبورسعيد ونادي النصر في الستينات، كان حارس عظيم جدا جدا. انطلاقه ثانيه من جديد النادي المصري بيحاول ومستمر، ثاني على طول محاولات، موقف الواحد على واحد، ولكن الدفاع القوي، مهاره جميله يا واد لعيب من غير محمد اشرف. النادي المصري يظهر وجه هجومي جميل رغم وجود جمعه على دلاء جديد، فاول لصالح نادي الزمالك، فاول لصالح نادي الزمالك. المصري كان عنده لعيب بصبغه اوروبيه خالصه او امريكيه لاتينيه. فاكرين كيمبس هداف كاس العالم مع الارجنتين في عام 78 ب6 اهداف؟ كيمبس النجم الكبير المصري والله كان عنده كيمبس باسم جمال فؤاد، واحد من المهره ومن افضل اللاعبين اللي كنت تحب تتفرج عليهم، هم بيجروا يتلاعب وثلاثه واربعه، ما خدش حقه كتير، لا زال سبحان الله اسمه وصورته عالقه في اذهان كل بورسعيدي في جيل مسعد نور ومجموعه مسعد نور والنجوم الكبار في ذلك الوقت، مجموعه بوشكاش وهذه القيمه كبيره. فكيمبس كان واحد من نجوم النادي المصري اللي كنت تسعد بمشاهدتهم ومتابعتهم، واقدامه تلاعب كره القدم. ادي الكره العاليه فوق، سلام على صد جميل، لكن اتعملت اماميه مد مجدي، يا ولد كمان ايه ضمها في مكان الجناح، ولكن الى رميه التماس. ادي محمد مجدي عجبني جدا، مش عاجبنا ده عاجب الكل. انطلاقه ثانيه نشوف حمودي، شيكابالا اشول بيلعب ناحيه اليمين، وايمن حفني اشول وحمودي اشول، فالثلاثه يبتدوا يشتغلوا على عرض الملعب بالكامل، وبره مصطفى فتحي اشول. 4 من اللي بيلعبوا تحت راس الحربة في مالك بيلعبوا من الشمال، وكلهم تستغنى فيهم سبحان الله. يا سلام، اسامه يا عزب يا لعيب. تاني على طول حمودي، يا ولد لو عدت، لكن محمد مجدي واحمد ايمن منصور. ابوك يا ولد كان نجم من نجوم الزمالك، يا ولد ابوك كان نجم عظيم، هدف السوبر في النادي الاهلي في جوهانسبرج، اعتقد بصمه عظيمه في تاريخ الوالد العزيز لاحمد ايمن منصور. وفي محمد ايضا لعيب كويس. تاني ورا الى طارق حامد، نادي قوه في ده عاليه، كل عن النادي المصري حسن الروح، مش بس الروح،
مش بس نروح. النادي المصري فريق بيلعب كرة قدم محترمة، يبدأ من نار الكرة على الأرض، بيوصل للهجوم، بيقدم أداء هجومي محترم. المصري بيسجل 21 هدف، الزمالك حتى الآن مسجل 21 هدف. المصري دخل مرماه 13 هدف، الزمالك دخل مرماه فقط 7 أهداف. ادي الكرة العالية فوق، ضربة راس مش تاني على طول ايمن حفني، قد يصوب وهذه من جديد، ولكن حد بورسعيدي تصميم تاني خطير، فرصة بتروح ومزي صالح، هو صالح لكل المواقف الى شيكابالا، ولكن فين الى رمية التماس. برافو احمد ياسر بفدائية وبروح عالية جدا جدا جدا. ادي شيكابالا تحت الرقابة، شيكابالا بيشكل الحكم المساعد الاول سمير جمال، يقول له خلي بالك. ادي ايمن حفني تحت الضغط مع كلا يا عمر جابر واقف على كعب عمر جابر في اللي فاتت، واقف على كعب رجله، فلما خلاص بدا ياخد الستارت كانت هرت وراحت. اقصى يسار حمده طلبه، عبء كبير جدا عليه في نص الملعب على طول ابراهيم عبد الخالق ومعاه طارق حامد، ترجع ورا على طول ضربه حره لصالح نادي الزمالك اللي بدا تواجده في نص ملعب النادي المصري يزيد. ابراهيم عبد الخالق وطارق حامد بدون احمد توفيق اللي بيغيب عن ماتش النهارده، بدون ابراهيم صلاح اللي خارج التشكيل بالنهارده. شيكابالا اصعب والمدينه الجميل معيلي خسر يوم من الاهلي بهدف مقابل لا شيء. شيكابالا والضربه الحره ترجع ورا تاني على طول، برضه شيكابالا الكوره بتحبه بدور عليه، الحكم ممتاز. ادي الباص الامامي، ولكن الشناوي على طول عامل تغطيه جميله الى ايمن حفني، برضه رافع ايديه ايمن، ضرب الراس على طول طارق حامد لايمن حفني لطارق حامد لاعب الدافع محمد مجدي. استاذ يا استاذ قسم محمدي ماسك مدافع يدافع، لا ده فنان، مدافع فنان الحقيقه، مدافع فنان الحقيقه. اقصى اليمين في مساحه جميله، شوف محمد علي جمعه والتقدم، ادي محمد علي جمعه تقدم على طول اقصى اليمين، ادي الكره العرضيه الجميله، ولكن فين الى ضابط المرمى لصالح نادي الزمالك. حسام حسن صوته بدا يعلى لتواجد الزمالك في التسط ونص مصري بقى لم في الملعب يوصل اللاعبين ادباله واخر فرص لقاء النهارده معانا ما شاء الله الحمد لله، يعني نحمد ربنا معانا 7 كاميرات، وده رقم محترم بالنسبه لمباريات سابقه. مع الدكتور خالد عبد العاطي مخرجنا النهارده، واحد من المخرجين الكبار في التلفزيون المصري، ومعاه تامر اسماعيل لتقديم الدعم والمساعده في اي وقت لاعداد او مواقف. ادي الباص الامامي اقصى اليمين، مساحات المهارات وارض، ولكن دفاع زمالك ينقذ. كان عنده مشكله كبيره في الجبهه الشمال، بينما النادي المصري ناحيه اليمين رائع بارع، فتحوا ناحيه اليمين شارع، ومتقدمين متفوقين هجوميا من هذه المنطقه. سقوط على الارض احد لاعبي النادي المصري مش واخدين بالهم منه، اتعملت على طول اقصى اليسار، سقوط احد لاعبي النادي المصري بروح جميله لعيبه نادي الزمالك، بتطلع الكره على طول خارج الملعب. برافو احمد حمودي ومن لعيبه نادي الزمالك المشتركه احمد ايمن 22 سنه بحل داخليه، لكن اصلا هو لعيب في نادي الزمالك. والده ايمن منصور مدرب نادي المرخيه القطري حاليا زي ما قلت لحضراتكم، وكان معاه قبل كده احمد ايمن منصور بيلعب في نادي المرخيه في مرحله الشباب. وكان اللي اختاره بالمناسبه مش ايمن، كان اختاره زيدان النبوي لاعب الاسماعيلي السابق اللي هو مدرب المرخيه حاليا، هو اللي قال لي ايمن وهو هناك في قطر ابن لعيب كويس هناخده معانا. ثم العام كذلك اصبح منصور مدرب المرخيه ويقود وحل المنافسه من الصعود للدوري الممتاز. شوف اللعبه يستأنف بايه، كانت خرجت رمية تماس، يستأنف برمية التماس. اما لو توقف بصفرة من الحكم اللي هو علاء ملد ومسؤولين الناديين في المدرجات في مقصورة النادي الاسماعيلي، رمية تماس، النتيجة هي التعادل الان بدون اهداف، النتيجة حتى الان نصف ساعة بداية قوية للنادي المصري، فرصة ضيعة ثم استفاقة الزمالك ثم فرصة ضيعة ثم تبادل لسيطرة، وان كان الزمالك اصبح هو المسيطر اكثر في الخمس ست دقائق الاخيرة. ضربة حرة محمد الحنفي 37 محمد الحنفي هو من القاهرة يعني دولي بقاله 3 سنوات، واحد من الحكام اللي بيشهد لهم دائما بالكفاءة الفنية والبدنية، ولا مرة سقط اختبارات كوبر او الاختبارات البدنية، دائما من الاوائل. ادي الباص الامامي على طول احد ياسر، ولكن حمادة طلبة اقرب للتغطية. احمد ديودار لاعب نادي الشرطة السابق. احمد فريقك يا احمد يعاني، فريق شرطة يعاني. تاني استلام احمد تاني في مسير رؤوف، ولكن عمر جابر يا سلام يا عمر، واحمد الشناوي ايضا عظيم. احمد الشناوي مدربه
هو افضل حارس في تاريخ النادي المصري حقق انجاز، لان افضل انجاز للنادي المصري هو الفوز بكاس مصر. اكيد كان الكلام ده سنه 98. كان الحارس هو حسن نصر، وحسن نصر هو من درب وصعد باحمد الشناوي الى الفريق الاول للنادي المصري بعد عاربين الشناوي في مرحله مبكره سواء في البراعم او الناشئين او المنتخبات المتكرره والمتعدده. لكن حسن نصر اكيد كان له بصمه زي ما كتير كان لهم بصمات في مشوار الشناوي، لكن اتحدث ان حسن نصر كان هو الحارس الافضل في تاريخ النادي المصري من حيث حصد الانجاز. كان هناك حراس كبار، عادل عبد المنعم رحمه الله عليه، محمد عاشور الحارس البورسعيدي الكبير وحارس الاسماعيلي، ايضا كان سامافال لن ننسى الحارس السنغالي ايضا كان من الحرار للمصري، لكن عبد الله كان من الكبار. كان نظمي زعبدين ايضا من اللاعبين التاريخيين للنادي المصري في فتره من الفترات. حافظين شاهين والسنجه ومسعد نور وتفاهني وحسام غويبه واينو برزكري وقاسم بور، وفي اسماء احيانا بتكون قدمت الكثير والكثير ولا تنطق اسمها كثيرا. نعتذر لهم جميعا، ولكن مع مرور الوقت ان شاء الله اكيد سياتي الوقت ليكرم كل من يرقي التكريم، لكن كلهم دوا قدموا. بدوي ايضا من ناحيه اللي ادت لمنتخبات الشباب وجناح كبير في النادي المصري، ايضا من الاسماء اللي كانت. عمرو الدسوقي مدافع المصري السابق ومدير الكره سابق، كان في وقت من الاوقات عظيم في خط ظهر ايضا كابن من ابناء بورسعيد في تركيبه علي المصري قبله علاء مرسي والنمر والزهار وعبود الخضري وسيد عبد اللطيف حازم امام. مصر كلها حزنت معك يا حازم. رحيل حماده هو رحيل عن ليس عقد ولد. الكابتن اشرف خير العزاء لكم دائما وابدا في نجم محبوب الحقيقه للجميع. ضربة مرمى لصالح نادي الزمالك اللي اصبح في حالة امان دفاعي بعدما تراجع النادي المصري لنص ملعب اكثر. ادي مهاب سعيد قادم لنادي الزمالك من اسبوعين اثنين فقط، شارك في اللقاء الاخير في الشوط الثاني امام نادي الاتحاد. لعب نص ملعب كويس. ادي كهربا 6 اهداف مع مالك كهربا هداف نادي الزمالك. لكن احمد ياسر تحرك كويس قوي، لكن اعذروا النادي المصري لعيبه كويسين جدا مجتهدين جدا، لكن يا جماعه ما فيهمش قاسم بور ولا فيهم طارق سليمان ولا فيهم اينو ولا فيهم مجدي امام ولا فيهم كمبس ولا فيهم مسعد نور، ومع ذلك هم في المركز الرابع وكانوا قريبين من المركز الثاني. تلاقت محمد مجدي. يا سلام يا محمد، يا سلام يا محمد، نص الملعب من جديد. ندلك نجومه يعني شنين الكلام عنه، لكن دية الاقاليم محتاجين ان نذكرهم ونذكر الحقيقه اقاربهم وجماهيرهم بيهم كل فتره. ادي الباص الامامي كابوريا تعمل الباص حلو قوي الى على طول مهاب سعيد. يا سلام يا مهاب، ملعبه بقى الحفظ حته ونجيله تاني اقصى اليسار. يرجع تاني النادي المصري سيطرتهم الكره الحلوه اللي بيقدموها ولا ايه؟ لعيبه الزمالك خدوها خلصوها. الهجمه المرتده عايزين يعملوها. ادي احمد حمودي يغير الاتجاه، لكن يا سلام يا سلام يا سلام، النادي المصري تحول جميل من الهجوم للدفاع ثم انطلق على طول، ولكن الى حارس المرمى احمد الشناوي. زعلان ميدو بيطلب فاول في اللعبه اللي فاتت. لسه نادي الزمالك ما قدمش العرض الجماعي اللي يليق بقيمه نادي الزمالك ولا لاعبين اللي في الملعب. النادي المصري منظم كويس واقوياء في نص الملعب، بالتالي يعني انا بنلاقيها كده الكمبيوتر حكم اللي خليك حاسب آلي، فبلغه الحاسب الآلي والكمبيوتر المباراه مهنجه شويه. بص البيو بيعمل ايه، بص طارق سليمان كان ملك من ملوك خط وسط النادي المصري، هو ابن مدينه بورفؤاد الجميله، زيه زي اسامه خليل زي طارق الصاوي، نجوم اللي تألقوا الحقيقه من ابناء بورسعيد. ادي الكره العاليه فوق اماميه من ثاني ضربه الراس علي جبر، تصويبه ضعيفه ثانيه لعلي جبر، حماده طلبه والضغط العاده في الوقت بشيكابالا. نقلوا احمد ودانا شمال، شيكابالا على رميه تماس. اخر 17 مباراه بين الفريقين. طب اشمعنى 17 مباراه؟ هي كده مشيها 17 مباراه. الزمالك فاز 10 مرات والمصري فاز 6 مرات، وتعادلوا مره واحده كانت من 7 سنوات، كانت في بورسعيد 1-1 سنه 2009. لكن فوز المصري في 6 مباريات مقابل عاد الزمالك، لكن ان كبيره ودايما طول عمرها ما فيش كلام. انطلاقه في نص الملعب وسام العزب وقياده في نص الملعب وخط الظهر كبيره، ولكن على طول رميه تماس للزمالك. اتلعبت اماميه الشيكابالا، شوف الضغط محمد جمعه، ترجع ورا تاني لطارق حامد الى احمد ديودار الى علي جبر لاحمد ديودار، ياخد على صدره بشكل كويس. اماميه مش لحد ابدا لان الضغط عليه، هي دي اللي بيقابلها نادي الزمالك. 2 الزمالك مهم ب3 ارتكاز دلوقتي، 3 ارتكاز عشان عرض الملعب يدافع بقوه اكتر، و3 ارتكاز عشان خط الظهر يلاقي حلول للتسليم على الارض اكتر، بدل من الباراشوتات اللي عمالين يلعبوها من ورا لقدام، معظمها للدفاع المصري اللي عدده كتير متمركز كويس، بيلعبوا بدماغهم كويس، مش كده ولا ايه؟ انطلاقه تاني من جديد، هنا على طول اللمسه الواحده اقصى اليسار، حماده طلبه بيلعب اليمين
مال يا دوب الباص بس اللي ما شاء الله باحترام الجميع. وعمر جابر فينك يا عمر؟ مستني مصطفى فتحي. وعمر جابر مع مصطفى فتحي بيزيد 30%، ومصطفى فتحي مع عمر جابر بيزيد 40%. بينما حمودي يحاول يتقدم، يمر والقادم امر. واول انذار في المباراه لاحمد اول انذار لاحمد ياسر. احمد ايمن منصور لو خد انذار يتوقف الماتش الجاي. رمزي صالح لو خد انذار يتوقف الماتش الجاي. احمد رؤوف لو خد انذار يتوقف الماتش الجاي. احمد ياسر يتحصل على انذار اول في المباراه. ادي حمودي لاعب سموحه سابق، لاعب بازل السويسري، ومحمد النني الى الارسنال. حاجه تشرف الكل، حاجه شرف الكل. محمد النني والده نصر النني بالمناسبه كان لعيب نص ملعب محترم برجله الشمال مع نادي بلديه الماء. والله شمال، والله وحشتنا كتير بيقولوها بصوت عالي. لا نجم بيترك نادي الزمالك ويرحل سواء لنادي اخر. وحشنا ابراهيم يوسف الغزال، مفيش كلام. الكل عليه فوق، ولكن الى ضربه ركنيه، الى ضربه ركنيه. كل ما اشوف شيكابالا، كل ما اشوف حد اسمراني في نادي الزمالك على طول حنفي بسطان، على طول النجم الكبير ابراهيم يوسف. وان كان الان النجم يوسف مسيره مستوى الفن اداري كبير. رمزي صالح نجم النادي المصري ومنقذ هدف محقق من كهرباء من قبل، والان الى ضربه ركنيه. ضربه ركنيه لنادي الزمالك. شيكابالا دخلنا على الدقيقه 5، على الدقيقه 40. ادي كره العاليه فوق، رمزي صالح يا دوب لحقها، لكن لازم البوكس يكون اقوى واعلى وعلى جنب الى شيكابالا بدون اوفسايد. شيكابالا من النجم الكبير الزمالك يمر والعرضيه، ولكن دفاعي فدائيه والعربي تقدم اداء بطولي في الخلفيه في اللقطه الاخيره. ثم رميه تماس لصالح نادي الزمالك. روح عاليه قوي بيأدي بيها النادي المصري. اذا غاب حد من الزمالك فعنده بدلاء كتير، لكن لما يغيب عمود فقري من النادي المصري اساسيين اكيد لازم يعملوا فارق، ومع ذلك لا نشعر بالفرق. ادي الباص الامام مساحات، مساحه جميله جايه كابوريا يعدي ولا الجميله، ولكن علي جبر ترجع تاني الى كابوريا، يقف على كورته بشكل كويس. كابوريا تاني برجله الشمال، ولكن هديه المره دي الى احمد الشناوي على طول اماميه الى كهرباء، لكن في لمسه يد على كهرباء عايز دفعه من الخلف من جمعه، لكن المساعد الاول سمير جمال المساعد الاول بالمناسبه ليبرو محترم مع انطاء وناديه اعلاميين كان محمد رؤوف رمي تماس، محمد عبد الرؤوف اماميه في الضغط على خايف من ضربه الجزاء. النادي المصري قرب تصويبه قد تكون، ولكن دفاع نادي الزمالك حديدي المضاغط وبقوه، عايز لمسه يد للمصري تاني على طول، ولكن الزمالك بالزياده لعب هجمه المرتده قد تكون خطر، ولكن النادي المصري مأمن نفسه تمام. وشيكابالا ورميه تماس بالفاول لصالح النادي المصري. عبد الله جمعه الحقيقه عامل ماتش كويس. محمد صلاح مدرب نادي الزمالك كان واحد من افضل ظهراء الجنب في مصر، والذهب ايضا في مصر بعد ما انتهى من النادي، كان من ايضا الظهر مصر. هذه الحره، الكره العاليه فوق، الشناوي بسم الله ما شاء الله، ستايل، تايمينج، تكنيك، هدوء، ثق في النفس ليس له حدود. ضربه الراس على طول كهرباء، وجمعه كالعاده اطول من الكل واعلى من الكل، بينما عبد الله جمعه مش ماسك الهوا بايديا، ده ما عملش اي حاجه خالص، لكن باصراره يا ولد مكتف شيكابالا تكتيفه شرعيه 100 باين بدوره الهجوم. بص رغم الاول لكن هو ارشق، هو اقوى، هو تركيزه اكتر، هو اصراره انه يفوز باللعب اكتر. كل المواقف دي بيكون في صالحه ما دام الاداء بهذه الطريقه. ادي حماده طلبه والكره العرضيه، ثم الفدائيه والتنظيم الجيد، ثم ميدو وتحفيز لاعبيه اول. ادي الاماميه من ثاني، شوف مهاب سعيد، ولكن على طول احمد ديودار بتامين دفاعي الى رميه التماس. المصري موسم صار على بالتعادل مع خساره مني، ومجوله رقم 3 لم يخسر النادي المصري. اكمل المسيره وبنجاح دون اي خساره، بتحقيق بعد ذلك 6 انتصارات و4 تعادلات. ضربه ركنيه لصالح النادي المصري، ضربه ركنيه على طول. الضربه الركنيه ما حدش واقف على 10 ياردات، ما حدش قائمين، ادي الراس، ولكن على طول لضربه المرمى. المباراه نسبه جري فيها كتير، نسبه الالتزام بتعليمات المدربين الدفاعيه كويسه، نسبة التحول من الدفاع للهجوم احيانا قليلة كويسة، لان تنظيم المنافس دايما بعدد كويس. دايما تدور على الحل، هتلاقي عنصر المفاجأة او السرعة في الاداء، هم دول اللي ممكن يعملوا المشكلة، والمفاجأة في تحرك لاعب من جنب الى جنب.
من بوزيشن لبوزيشن ان. طارق حامد، طارق على طول الى باص الامام اليمين لحد ابدا مكرره نص ملعب نادي الزمالك ما بيستلمش الكوره على الارض، والحل لازم في احمد حسام وكبير بمحمد صلاح وامام برؤيته الجميل. حازم امام تشريف جميل لمصر في التحليل بقنوات بين سبورت، وكذلك احمد حسام ميدو، ونماذج ممتازه في إظهار مصر جميل تحليل ثقافه ورؤيه، خطا احترافه في فينيزي الايطالي وجراف شاب الهولندي، غير ميدو بقى باحترافه طبعا مرات ومرات في اكبر دوريات العالم، قيمه كبيره اكيد تحسب لنا كمصريين، واللي هو عليه انه يستفيد منها والزمالك وجماهيره تستفيد منها. شيء على طول كهرباء لعب الكره بدري، لكن شوف محمد جمعه بيعمل ايه، شوف محمد جمعه لازم يتم التفكير فيه على المستوى الدولي، لانه اتحط تحت اختبارات قويه جدا، اختبارات سرعه موجود، اختبارات كرات موجود، اختبارات 1 على 1 موجود، اختبارات قوه والتحامات موجود، اختبارات دوره الهجومي كان ايه موجود. وبالتالي محمد جمعه يستحق ان يكون واحد من اللاعبين اللي هيكتور كوبر يقول ليه ما يلعبش جنب اي حد من اللي انا بلاعبهم اساسي في منتخب مصر في لقاءات قادمه، في اللقاء الاخيره القادمه ان شاء الله امام ليبيا وامام الاردن هناك في اسوان. كريم رشوان استعد للوقت ضائع، شوط اول 0. النهارده عندنا مدير امن الاسماعيليه السيد اللواء علي العزازي، له كل التقدير، روحه جميله قوي في التعاون مع الجميع، رايح لغايه غرف ملابس الفرقتين للاطمئنان وحسم وتقنين من يدخل الى الملعب سواء ارضيته او في المدرجات. انطلاقه ثاني من جديد على طول مهاب عدا ومره فات ولكن شاط الى ركنيه صالح النادي المصري في نص ملعب مالك. احيانا يكون طارق حامد وابراهيم عبد الخالق مش كافيين امام 3 أو 4 من النادي المصري، لان ارتداد حمودي بطيء دفاعيا، ارتداد شيكابالا بطيء دفاعيا، ارتداد ايمن حفني بطيء دفاعيا، وبالتالي النادي المصري هجماته المرتده بعدد مناسب بتعمل حرج كبير لنادي الزمالك. ركنيه على الاعلى دائما هو علي جر. مهاب سعيد عامل ماتش كبير في نص ملعب النادي المصري ومكسب كبير. ادي حمودي تاني على طول اماميه، شيكابالا اوف سايد، صح شيكابالا اوف سايد صح. ميدو واقف ورا الحكم المساعد وبيقول صح، وهي باينه قدامنا صح. برافو الليبرو اللي هو سمير جلال 30 سنه حكم دولي بقاله سنتين توقيته تمام. شوف هي دلوقتي اوف سايد. كمل يا تامر مع عبد العاطي مخرج، كمل اول ما يتداخل ويلسها ويتحصل على فائده خلاص. لكن لو شيكابالا كبها والخلف الارك كان ممكن كده. عموما شوط اول التعادل بدون اهداف اصل والزمالك ختام مباراه الجوله رقم 15. تحياتي معلق اللقاء احمد الطيب.
لبداية أحد الشوط من استاد الإسماعيلي. حياتي المباراة أحمد طيب. لقاء المصري والزمالك في ختام مباريات الجولة رقم 15 للدوري الممتاز المصري لموسم 2015-2016. استاد الإسماعيلية يحتضن أحداث هذا اللقاء. أذكر أن الزمالك في الترتيب الثاني في بطولة الدوري، بينما النادي المصري بيحتل المركز الرابع في ترتيب الجدول الآن. ضربة حرة لصالح النادي المصري اللي بادئ الشوط الثاني أصبح على يسار السادة المشاهدين، والنادي الزمالك اللون الكحلي أو اللون الأزرق الغامق إلى اليمين. ضربة حرة لصالح النادي المصري، شوط أول بدون أهداف، تركيز عالي جدا من البداية. كابوريا والضربة الحرة لكن راحت أرضية على طول، بيطلع إبراهيم عبد الخالق على طول ياخد تاني نادي المصري ويلعب عالية فوق، ولكن على طول عمر جابر ثم علي جبر بضرب رأس على طول الموقف. شوط أول مصري بقوة فرصة الزمالك وانفراد لكهرباء. كان تفوق حارس مرمى النادي المصري رمزي صالح هو علامة الفريق في هذه اللقطة في الشوط الأول، بينما الآن في فاول كان واضح على أحمد رؤوف. 35 سنة أحمد رؤوف ابن المنيا، من المنيا أحمد رؤوف بالمناسبة، يعني من اللاعبين اللي جم من الصعيد، أصبح لهم مكان جميل في ناشئين نادي إنبي، بعد ذلك من إنبي الفريق للنادي ومنتخب. والآن النادي المصري مع حسام حسن وإبراهيم حسن بيقدم موسم محترم. تاني على طول في نص الملعب مهاب سعيد، واحد من نجوم الشوط الأول في نص ملعب النادي المصري، على الصدر على طول بضربة راس سريعة أمامية إلى كابوريا، وعلي جبر على طول إلى رمية التماس. أحمد حسام ميدو هو المدير الفني لنادي الزمالك، وحسام حسن هو المدير الفني لنادي المصري، لكن يدير المباراة من المدرجات. خافوا مباراة واحدة. رمي عبد جمعة يلعب على طول رمية التماس أمامية، ولكن احمد ديودار يلعب عاليه فوق، تعمل قلق كبير، ولكن يصحح الوضع على طول عند كهرباء اللي بيلعب راس حربه من بدايه الماتش. وصر الحقيقه احمد حسام يدو ان يلعب الشوط الاول بكامل بهذا الستايل وهذا الشكل وهذا التشكيل، وده طبيعي ومنطقي خاصه المباراه لسه فيها عمر طويل. لكن برافو الاهلي تفوق على شيكابالا اللي عاد كره القدم المصريه من هذا الملعب من بوابه الدرويش، صلى وجاله وتالق وابدع، وقاد الاسماعيلي للعروض الجميله قبل مشكله ميدو مع حسني عبد ربه. رحل ميدو فرحل شيكابالا وعاد الى بيته القديم نادي الزمالك. في نص الملعب احمد ديودار بيلعب على حساب كوفي في قلب خط الظهر، طلبه نص الملعب على طول ابراهيم عبد الخالق، ده طارق حامد، كره على الارض هو بيعليها، دي بتعمل مشاكل دايما الكره اللي احنا بنوطيها على الارض، على الارض اماميه. احمد مجدي واحد نجوم الشوط الاول الحقيقه، واحد من نجوم الدفاع في كرة القدم المصرية حاليا، واعتقد ان هيكتور كوبر واسامه نبيه بيدونوا اسمه الحقيقة معاهم، لان لازم هذه التركيبة وهذا الشكل وهذا الاسلوب وهذا الستايل وهذه الامكانيات الدفاعية والهجومية في ظل تراجع في اداء لاعيبة مصر في هذا المركز. اعتقد ان محمد مجدي قد يكون في تشكيلة في القريب ومصر مع هيكتور كوبر. احمد الشناوي حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر. النادي المصري بيضغط بلعيب واحد بس واللي وراه على بعد 40 ياردة، بالتالي في صعوبة، زاد العدد، زادت الخطورة. مهاب سعيد عدى ومر فات، يا ترى هنقول شهر ارضية، ولكن دفاع نادي الزمالك على طول الى رمية التماس. طارق حامد، يا سلام يا مهاب يا سعيد، حلوة جدو كبيرة. وعلي محمود مصطفى بره تشكيلة مع نادي الملك، مصطفى فتحي. النادي المصري سيطرته بتاخد زمن طويل، النادي المصري ما بيفقدش الكرة بسرعة، ودي حاجة جميلة الحقيقة تحسب للنادي المصري. ادي الباص الامامية، السلام على العمق الدفاعي اللي عامل محمد مجدي، يا سلام عليك ولد، لقى ان اسامه العزب مضغوط مع كهرباء، راح راجع لورا 3-4 خطوات، ولكن اصطدم بحارس رمزي فسقط لقطة الأخيرة. طلعت يوسف واحد من اللي تألقوا في نادي الزمالك وفي النادي المصري، طلعت يوسف مدافع عظيم وراس حربة عظيم. تخيلوا يا جماعة، طلعت يوسف ده لعب مع منتخب مصر مدافع ولعب مع منتخب مصر مهاجم، تخيلوا من قيمته وامكانياته الكبيره. شقيق حمامه طبعا نجم الباستيك والسويس سابقا، نجوم الزمالك كتير اللي لعبوا للنادي المصري، ودايما العلاقه ما بين الناديين الكبيرين جميله وستبقى مع من المصور والاعلاميين المعين للمباراه من كل مكان، لان هذا هو اللقاء الاخير للجوله رقم 15. وقت لحضراتكم على النتائج، خاصه النهارده فوز الاهلي على الاسماعيلي 1-0، والجيش على شرطه 4-1، واسوان على المقاولون العرب 2-1. حسام حسن في المدرجات للايقاف وتعليمات للاعبين اول باول. ادي رقم 3 اللي بقول لحضراتكم عليه، بعتقد فاول وكان يستحق عليه انذار من كهرباء. مش بيعمل الحرابه الحاجات يا ولد، دي بتعور. لكن الحمد لله انها جت كده، الحمد لله. محمد مجدي 22 سنه من ابناء بورسعيد، وعنده رشاقه الحقيقه ومرونه جميله،
مرونه جميله. محمد صلاح مدرب الزمالك درب المصري قبل كده مرات ومرات. ابو رجيله ربنا يديله الصحه، ابو رجيله مدربنا الكبير. مهم نكرم يا جماعه، نكرم رموزنا الكبيره، نكرم رموزنا الكبار، يوم الصحه وهم احياء، ربنا يوم كلهم الصحه. طه اسماعيل، كابتن ابو رجيله، كابتن الاسكندراني، كابتن شناوي، كابتن مدحت فقوسه، كابتن عبد السليم ايضا من السويس، كابتن ميمي عبد الحميد، كتير كابتن الزامك، العديد الحقيقه من المدربين ليهم تاريخ كبير، وكابتن شناوي المحله وتاريخه الكبير. مش كده ولا ايه؟ اعتقد مهم تكريم كل هؤلاء، ورحمه الله على عصمت صادق اسطوره كمال الاجسام اللي توفى، وان كان من اسبوعين كان حصل بطوله العالم. رحمه الله على عادل رمز اسطوره من اصل لرياضه كمال المستوى كله. الزمالك 0-0، النتيجه لا ترضي جماهيره ابدا. ابطال الدوري والكاس العام الماضي وافضل عروض، وفازوا بكل المنافسات والمسابقات كافضل حارس وافضل لاعب وثاني افضل هداف وافضل هاجم وافضل مدافع. حتى الان قادر على اختراق الدفاع المصري واحراز هدف التقدم. حماد طلبه الزمالك ضرب بره باسس الحرب. هيبتدي حسام ميدو يحس ان الفريق محتاج حد يركن عليه فوق، ويحتاج كهرباء في نص الملعب، وقد يخرج حمودي في الوقت المتبقي. هنشوف مع بعض هيختار واحد من حمودي او ايمن حفني. فعلا بيخرج احمد حمودي، ينزل باسم مرسي، ويرجع كهرباء لنص الملعب، ويصبح طريق اللي بيعملها احمد ميدو اللي راس حربه صريح، رغم ان في بره موجود باسم مرسي ومحمد سالم، لكن خلاهم بدلاء. وفي محمد ابراهيم قاعد بره ايضا مع نادي الزمالك، وفي جوفي كجوكر لخط الظهر مع طلع. احمد حسام ميدو بيطلب من كهرباء برضه انه يزيد لفوق. نشوف مع بعض هيحصل ايه، التركيب هتبقى ايه. ادي على طول دويدار، ضربة راس، ملعب على طول الاحداء. ادي ياسر دويدار كويس، موجود والله، مجتهد اجتهاد غير عادي، جد جدا، ملتزم جدا. يا سلام على كهرباء، تغيير اتجاه، لعب على مساحه. كهرباء اضح جناح على العرضيه الخطيره، خطيره. ثاني شيكا هيعدي، هيفوت، هيباصي، لا هيشوط، يعدي ويمر. القادم قد يكون امر، العرضيه قد تكون اول جول. ضربه راس من ثاني، ولكن دفاع النادي المصري دفاع حديدي، هي وروحها جدا. لا اخيرا اعتقد ان التعديل اللي تم في تشكيل ادى التركيبه دي. واحد يقول لك بالسرعه دي، بالسرعه دي الكره فيها كده. كهرباء على الخط بيعرف يحافظ على كورته لمراقب، في العمق مؤثر، وجود شيكالا، ثم تحضير والزياده العدديه، ثم اللعبه الارضيه ابراهيم عبد الخالق وزياده، ثم على طول الارضيه من عمر جابر الجميل عمر جابر ذكي جدا، ثم محاوله بضربه الراس، ولكن النادي المصري هذا بالمرصاد، لا دائما بالمرصاد. نادي الزمالك سجل في كل مبارياته السابقه ال 12 ما عدا مباراه واحده فقط، هي مباراه اسوان 0-0. النادي المصري سجل في كل مبارياته السابقه 13 مباراه ما عدا مباراه واحده فقط، هي مباراه الانتاج 0-0. يعني الفريقين بيسجلوا في كل المباريات ما عدا مباراه واحده. ضربه حره اسامه العزب، ملعب على طول. ادي ياسر، ادي الكره الارضيه الجميله. عبد الله جمعه، فرصه كبيره للنادي المصري. عبد الله جمعه عامل مباراه كبيره قوي الواد، والله عامل ماتش كبير، دفاعيا محترم، هجوميا مؤثر، لياقه بدنيه عاليه، سبيد انديورانس عنده او تحمل الصعب في انه يكرر سرعات عاليه متكرره في ازمنه قصيره. والله لياقه بدنيه مرتفعه لنجوم النادي المصري. ادي الكره اللي عليها فوق، ضربه الراس على طول اسامه عزب، نص الملعب طارق حامد، يؤجل يغير الى جابر، اللي لو مصطفى ايه هتلاقي الدنيا متغيره تماما، بس محتاجين وقت اكتر وزمن اكتر. الشناوي بهدوء، ابن بورسعيد يلعب ضد مدينه بورسعيد، ولكنها كره القدم. ارجو ما حدش يزعل منه ولا يزعل من ابناء المدن الحقيقه والاقاليم لما يروح نادي كبير ويلعب ضد مدينه بدو، بيمثلوا في نادي كبير عظيم، وايضا نادي النصر نادي عظيم. لكن خلينا نلعب، وخلي اللاعبين يلعبوا الحقيقه بدون ضغوط من جماهيرهم المحترمه. تبديل احمد يوسف بدلا من احمد ياسر، في عندنا غياب لمحمد اشرف وغياب لسيد عبد العال من النادي المصري الايقاف، طارق خطاب المدافع الاردني، في غياب لسعيد مراد ايضا من اللاعبين الكويسين. ثم ما ننساش صليبي مجموعه مع برافو احسن كويس، برافو عليك، روحه كويسه. محمد صلاح من الزمالك، سالت دربت المصري مين اللاعبين اللي دربهم؟ قال لي من المصري واستود الضربه الحره الخطيره، لكن رمزي صالح في توقيت مناسب والبوكس، ونموذج جميل المره دي، عاليه وعلى جنب، ثاني في نص ملعب، هجوم معاكس للنادي المصري. المصري يقدم كره قدم محترمه، والزمالك باصرار اكثر ثاني لحيجه لحسم
فصلاح قال ابراهيم المصري مارادونا بورسعيد والسيف داوود افضل من دربتهم في النادي المصري، ده غير الجيل العظيم اللي لعبت ضده. واتكلم تحديدا عن الراحل الاسطوره مسعد نور وعن سنجة واحد من افضل اللاعبين في تاريخ بورسعيد. قلت لكم علاقه الزمالك والمصري علاقه كبيره جدا 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 وجميله جدا. دي ودار الباص الامامي عاليه فوق ولكن على احمد ايمن منصور وضره لصام نادي المصري. ادي حسن بيقولوا بيأمن الاثنين الارتكاز اللي في نص ملعب. ما معناه يعني الاثنين يكونوا موجودين على طول، خايف من اختراق الزمالك لنص ملعبه، وقال اذا واحد اتقدم الثاني يبقى وراه يعمل الكفرنج وراه او التغطيه. ضربه حره لصالح النادي المصري، قرب كتير ومن هذا الموقع سجل وياما سجل المدافع مهدي. اقول لكم قد مفاجاه كوبر في المرحله القادمه لمنتخب مصر. ليه ما ياخدش الفرصه ويكون واحد زيه وزي اللي لعبوا من النادي المصري في المنتخبات في هذا المركز؟ مش كده ولا ايه؟ ضربه حره لصالح النادي المصري. كابويا صاحب اعلى اسيست في الدوري المصري. حازم امام واحد من افضل اللاعبين ايضا في تاريخ نادي الزمالك على المستوى والمستوى الأول. رئيس جهاز نادي الزمالك. حره للنادي المصري، كل لاعيبه الزمالك في منطقه جزاهم. فرصه كبيره بيحاول النادي المصري من خلالها التسجيل. الكرات ثابته ومحمد مجدي ادي سريعه. سلام يا سلام يا ابراهيم عبد الخالق. ابراهيم عبد الخالق ممتاز، عمل رقابه وعمل نظر جميل لكره في نفس الوقت. تاني الضغط العالي اللي عمله النادي المصري اماميه. مصري لا يخاف، مصري حسام حسن لا يخاف. مصري حسام حسن قدم اداء في ابداع، مش مجروح عاليه والسلام. تصويبه من كابوريا ولكن على طول بيعتذر للجميع الى ضربه مرمى. اللعيبه اللي موجودين دلوقتي مش عارفين نوصفهم ان هم محظوظين ولا هم مظلومين. هل محظوظين ان مفيش جماهير تضغطهم وتوترهم، ولا هم مظلومين ان معهمش جماهير ممكن يكون لها مفعول السحر في زياده قوتهم واصرارهم وطاقتهم؟ وكذلك الحكام. ادي الكره الان في كهرباء والكهرباء في موقع راس هذا التوقيت. الكره العرضيه تكون ولكن شوف حكم اللقاء محمد الحنفي جنب لعبه باستمرار. محمد الحنفي جنب اللعبه باستمرار. مصر غنيه بمدربيها دكتور طه الطوخي. اول من فاز لمنتخب الكويت بكاس الخليج كان الكلام ده من 46 سنه، سنه 70 كان عمره لسه 29 سنه. واحد ايضا من رموز الجميع تاريخ التدريب عندنا، تاريخ عظيم نحافظ على. ادي الضربه السريعه ترجع تاني في الملعب. نشوف ايمن حفني النجم الموهوب بيلعب على مساحه لكن اسامه العزب موجود، يرجع ورا على طول الى رمزي صالح الحارس الفلسطيني وحارس مرمى النادي الاهلي السابق. رمزي كان في كلام ان ابو جبل هيجي لنادي المصري وابو جبل هيجي من الزمالك للمصري عشان يلعب. طب بالله عليكم رمزي صالح ده يقعد وفي هذه الحاله وفي هوا قد صعب صعب. نرجع وراه عند دويدار الى الشناوي. مصر بيلعب باحمد رؤوف وحده بس راس حربه، وراه 4 لاعبين ما يشبه ال4-1 4-1 معظم الوقت. شيكابالا فينك يا شيكا، فينك يا شيكا؟ ننسيك، اوعى تخلينا انساك ازاي؟ انساك ده الكلام، انساك يا سلام. هو يجبرنا ان ننساه في بعض ولكن على تقديره في معظم الاحيان. لقطه ثانيه على طول الى دويدار، لمسه واحده بهدوء. برافو ابراهيم عبد الخالق، يرجع ورا عند علي جبر، من علي جبر على طول الى ايمن حفني. ايمن شوف الرقابه اللي عليه، شوف الدفاع بتاع النادي المصري من خط الهجوم. الدفاع يبدا من المهاجمين، هكذا الكلام هكذا الكلام. تاني في نص الملعب طارق حامد. طارق باص الطول عاليه فوق، روح في نص، خلص تاني على شكل كويس الى كهرباء. ابراهيم عبد الخالق كورته حلوه قوي قوي، لكن انا بقول لكم ان ارضيه الملعب اصبحت مش حلوه ابدا. استسلم عليها كان واحد من احسن السادات مصطفى فتحي. انا شخصيا استخسر كل دقيقه تعدي مصطفى فتحي يكون فيها خارج تشكيله الزمالك اللي في الملعب. احسن مباراه عملها مصطفى فتحي، وكان هو عمر جابر عندما اعطاه الفرصه لغياب مع صلاح. دكتور كوبر مخب ودفع احمد رؤوف ولكن برافو علي جبر، عمل تغطيه جميله وغلق ممتاز وضربه ركنيه. لكن شوف لعيبه النادي المصري بيعرفوا يهربوا ازاي من الرقابه، شوف بيعرفوا يهربوا بدون تسلل ازاي من لعيبه نادي الزمالك. ادي احمد رؤوف 35 سنه ولكنه يمتلك كل ادوات العطاء والتهديف والخبره الكبيره. ضربه ركنيه. ادي احمد الشناوي حارس مرمى نادي الزمالك. الركنيه لعب على طول. الشناوي ساوي بالنسبه له هزار، يعني كان حد بيهزر معاه. الشناوي على طول مستعجل شويه لكن بيقع في الارض احد لاعبي النادي المصري. شكلها في الاعاده هيبقى مش كويس للبعض، لكن راح يعتذر له طبعا وراح يقول له فعلا ان انا ما فيش اي تعمد للاهانه ولا حاجه.
شكلها يخوف لكن هي بسيطه وجميله. اهو بص بص بيعملوا ايه. بص طب بالله عليك انت لما حد يعمل لك كده تعمل له ايه؟ تقول له انت اوعى. ما هو ده بطل ده وده افضل في مصر وضغط عليه بدون اي. بيخرج ايمن حفني وينزل مصطفى فتحي. مصطفى فتحي رقم 30 بدل من اللاعب ايمن حفني رقم 14. مصطفى فتحي بدلا من ايمن حفني. يبقى خرج مودي وخرج ايمن حفني ونزل باسم مرسي ونزل مصطفى فتحي في النادي الزمالك. طارق حامد حاجات دايما خط خاف. ابراهيم راحت النادي المصري. المصري لا يرحم. تقدم. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا طارق حامد يا لعيب. برافو برافو برافو. تمركزه كويس، توقيته كويس، كورته حلوه، كورته حلوه، ترقيصه جميله. قصيره الصغيره عمر جابر. عمر جابر هو احسن من كده بكتير. علي جبر رمية التماس. لا زال الزمالك لم يقدم العرض المنتظر ومع ذلك قد يفوز. النادي المقدم عرض رم ويفوز. القدم فيها ولكن هل يفوز النادي المصري ويحقق انتصار بعد غياب عن النادي الزمالك؟ قد يكون. قد يكون. دي على طول باسم مرسي راس الحربة وثاني هدف في الدوري الموسم الماضي. رمية التماس لصالح نادي الزمالك باللون الازرق الغامق الى اليمين، المصري الابيض والاخضر الى اليسار. رمية التماس رجع ورا عند بص بروف بيعمل ايه. بص الضغط ده. بص بص بيعمل ايه. اللي حصل ده يا جماعه بيأخر بدايه وهجمات نادي الزمالك بشكل كويس. ومع ذلك بدأ مصطفى فتحي ومعاه لا 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 بدا عمر جابر. بدا عمر جابر العرضيه من جديد لمصطفى فتحي. بدا مصطفى بدا الساحر بدا حبه كريز نادي الزمالك. فتقدم الزمالك. نزل فعال الزمالك والشناوي في توقيت رائع ينقذ الموقف. قد يكون مجازفه ولكنه نجي المجازفه. مصطفى وجابر لقوا بعض. خط كبير في الرشاقه والتوافق عند دودار في اللعبه دي. التوافق عنده ما كانش كويس. ابو رجيله قلت لحضراتكم درب نادي الزمالك. فاروق جعفر درب النادي المصري. فاروق جعفر درب ايضا. ومحمد صاح مرات ومرات. حاول تاني من جديد. ادي على طول شيكابالا عرض. الله نجم الدفاع المصري، نجم دفاع مصر مش بس النادي المصري. محمد مجدي تعرض دائما لاصابات وشد كبير احيانا. بيبذل جهد غير عادي. هو بيلعب وهو الحقيقه متحامل على نفسه. واضح ان عنده شد في العضله الخلفيه. الرابطه دي للحفاظ قدر الامكان على عدم الامتطاط الكامل للعضلات خوفا من زياده اي مشكله تكون موجوده ولو بشكل بسيط. ممكن الشد يتحول من درجه الى درجه. ادي مهاعيد لاعب الاسماعيلي انضم للنادي ايام قليله. محمد علي جمعه محترم. عبد الله جمعه. علي جبر اقصى اليمين. مصطفى فتحي قطريه اماميه. باسم مرسي كرات العاليه لكن يا سلام على اسامه العزب. خدوها تاني لعيبه النادي المصري. شوف الثقه اللي عندهم بيخرجوا الكره كمان. يا سلام عليك يا ولد استاذ لكن مع القوه طلبه مع القلبة موجود. احمد فاروق رؤوف راس اتحرضي في مساحه خلف حماده الله. فحتى اللي بيعمل هجمه مرتده للنادي المصري ما بيعملهاش بعشوائيه. ده بتتلعب في مساحه. وادي الروح الجميله اللي عند حماده طلبه والاصرار الكبير. وده سر من اسرار تمسك المدربين احيانا ببعض اللاعبين اللي ادائهم قد لا يعني يجد القبول الكبير من الجماهير. لكن المدرب عايز اللعيب عملي. ادي مهاب سعيد بكعب رجله. يا ولد لعيب عبد الله جمعه عبد الله لسه الزمالك متماسك بجميل في اللعبة الأخيرة. المصري عنده أحمد جمعة لاعب البديل عند 5 أهداف. يا سلام يا كابوريا ولكن إلى ضربة المرمى على طول لصالح نادي الزمالك. هذه طارق سليمان نجم المصري السابق وكان مدرب سابق أيضا لنادي الزمالك في جهاز حسام حسن وإبراهيم حسن. معهم حسن لاعب وسط مونترو النادي والزمالك أيضا. هذه العالية فوق ضربة رأس باسم مرسي. وكهربا بيلعب في العمق زي ما هو. تاني على طول الى مهاب سعيد ما شاء الله فورمه تمام. تحرك على طول من كابوريا الحريف اللعيب في نص الملعب. غير اتجاه اللعب على طول الناحيه العكسيه. ولكن مهاب سعيد كره بتحبه تسمع كلامه الى كابوريا الى عبد الله جمعه على طول الى كابوريا. ولكن حامد توقيت مناسب الموقف. شوف العالي اللي عند المصري. شوف الضغط. اداء النادي المصري يدعو للفخر لكل مشجع النادي المصري وبورسعيد. فريقك لازال يكافح بل ويتفوق على أكبر وأفضل فرق مصر خلال السنتين الأخيرتين أو خلال العام الماضي. وبالتالي يقدم أداء بطولي على المستوى البدني والفني. ما ينفعش نلغي الجانب النفسي. حكم المساعد الثاني أستاذ نفس ده بالمنيا
احمد التل اشرف على 40 رساله ماجستير ودكتوراه، ترك الماجستير وترك الدكتوراه وترك الاستاذه وترك كليه الاداب وحضر الى ميدان اللعب يتعامل ايضا بفلسفه وعلم نفس خاص، بيكون حكم مساعد عظيم. انطلاقه ثانيه اقصى اليمين عبد الله جمعه، يا ولد يا ولد يا ولد، وعلي جبر الله عليك الله عليك يا علي يا جبر يا لعيب يا كبير، اداء جميل جدا جدا. لكن مش محمد مجدي، ده جمعه كمان الانظار كبالة العكسيه الجميله، ساحر مصطفى فتحي حب كريس نادي الزمالك، ولكن لا ضربه المرمى حبه الكريس كان هيعملها. والله يا ابني قادر وتعملها، والله يا درش قادر وتعملها، الله عليك برضه تسلم رجليك. مين اللي حرك القائم من مكانه؟ مش كده ولا ايه؟ بص شيكابالا، شوف الرؤيه العريضه واللي عند شيكابالا، الجانب ده المدير قال للكره واقفه، لا روحي رايحه، تسمع الكلام بتحبه لانه جزء منها وهي جزء منه. مصطفى فتحي موهبه جميله في كره القدم المصريه. الشناوي ودار طارق حامد، الزمالك بدأ يلجأ للكرات الطويلة، سياسة قفز الحواجز بدون ما يمر على نص الملعب كتير. الزمالك خط الظهر اليوم المفيدة والمفيدة. تاني الباص مهاب سعيد، لا يكل ولا يمل في كل مكان، صحراء كان او بستان، والله بالله مهاب سعيد الفنان يعدو يمر والعرضية خطيرة، لكن عمر جابر بتمركز عظيم ينقذ الموقف. النادي المصري قادر على التهديف، النادي المصري هجومه اصبح مخيف، النادي المصري اقترب بالفعل من مرحلة وصول لمرمى وشباك نادي الزمالك، الا اذا كان لمدرسة الهندسة رأي هجوم يعني على طول على عبد الخالق مصطفى فتحي، طالما وصلت الكرة يعرف في متعة. والآن حكم اللقاء يقول لا شيء إلى ضربة المرمى. الله 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 الله. شيكابالا قلت لكم النهارده بيجبرنا ما نشوفوه، تابعوا بشكل خروج شيكابالا. بنزل محمد، اتكلمت عن العلاقه ما بين الزمالك والنادي المصري على مر العصور والتاريخ، اتكلمت عن المدربين اللي دربوا نادي الزمالك، واعتقد ان اللي دربوا من الزمالك النادي المصري اعتقد بقيمه احمد رفعت، واحد من نجوم الزمالك ومصر على مر التاريخ ونجوم التدريب، درب النادي المصري بل فاز به معاه بالبطوله العربيه هناك في سوريا. كابتن احمد رفعت واحد ايضا من الاسماء الجميله والتاريخيه. مهاب سعيد بيخرج، خروج مهاب سعيد ونزول احمد جمعه كل ما بينزل بيسجل، عنده 5 أهداف. مصطفى فتحي يا حبيبي لا 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 لا، كانوا هيعملوها، كانوا هيخلصوها، والله في المرمى كانوا هيسجلوها. في نص الملعب تاني من جديد، ترجع تاني اقصى يسار عند حماده الله، المهارات الجميله ما فيش شك بتنتزع الاهات من امام الشاشات. احنا بنقول بتاهات في المدرج، ولن المدرج حزينه. قلت لحضراتكم على الكابتن احمد رفعت مشواره مع نادي المصري ايضا كان مشوار جميل ومحترم، وفاز ببطوله عربيه هناك في سوريا. ادي مهاب سعيد اللي قدم مباراه كبيره جدا جدا وعمل ماتش جميل، مكسب كبير الحقيقه للنادي المصري. خالد القماش ده اصبح مدرب لنادي المحله، وان كان خالد القماش لسه ما وقعش على عقد رسمي، من يدري الايعات القليله المحله كانوا انه هيهبط الثانيه وهو قبل الهابطين، وبالتالي لو نجح خالد القماش في ابقاء المحله في دوري الممتاز سيكون انجاز عظيم. خالد القماش بعد مشواره مع الاسماعيلي والدرويش ومشواره مع نادي شرطه، الان هو مدرب رقم 5 لنادي المحله هذا الموسم. ابراهيم حسن على الخط دور كبير بيأديه، وحسام حسن في المدرجات والتعليمات لجهازه الفني وللاعبيه، بينما محمد مجدي العضله الخلفيه، يا ترى هيأثر ولا لا؟ نادي الزمالك تبديلاته الثلاثه خلاص، عمل تبديلاته الثلاثه خلاص. محمد ابراهيم مكان شيكابالا، قاسم مرسي مكان احمد حمودي، ومصطفى فتحي بدلا من ايمن حفني. حسام حسن انتقل من الاهلي للزمالك لاعب جاب البطولات، انتقل بعد ذلك اصبح مدرب للزمالك، كان هيجيب الدوري وكان هيجيب الكاس لولا ركلات الترجيح ولق مباراه المقيره. حسن قيمه لمصر نفخر ونفخر بها جميعا، واحد من ابرز المهاجمين في تاريخ كره القدم عموما ليس فقط مصر. حق يجب ان يقال دائما ابدا، واحترام وتقدير نجومنا الكبار. رمي تماس لصالح نادي الزمالك، رمي تماس. حكم الرابع كابتن شريف فشوان بيتكلم مع كابتن احمد حسام ميدو، لو سمحت التزم بالمنطقه الفنيه. ميدو اعتراضات على باقف او حاجه تعطل في وجهه نظره. حماده طلبه بعد عبد الشافي، الزمالك محتار في باك شمال يلهم نادي الزمالك، تعان بحباء اليمين والاسطول معظم الاوقات. رمي تماس حماده طلبه نادي الزمالك، شوف لاعبي النادي المصري، بص تنظيمهم، بص عددهم. عود من جديد ولكن الى رميه التماس، الى رمي. ادي اسامه جوكر مصري واحد المخلصين في بيت حسام حسن،
على طول الاماميه، ولكن على طول تتقطع وتروح الى احمد يوسف بديل احمد ياسر، يلعب على مساحه. شوف شو كهربا بيعمل ايه، شوف كابوريا بيعمل ايه. كابوريا ومع ابراهيم عبد الخالق حافظ على كورته كويس. شوف المسانده اللي جات له الجميله. مصر بيقدم الحقيقه مباراه فيها كثير من الاداء المحترم على المستوى البدني والتكتيكي، مستوى الجبهات. وكان الكاحل محمود اللي يلعب بنظامات. واسالوا على نبيل مش كده ليه عندكم في الاستوديو التحليلي قد مصطفى فتحي العضيه، لكن اسامه العزة في توقيت مناسب، لان الزمالك بيحاول هيعدي هيفوت، ولا مره حد فيهم قادر يشوط. ابراهيم عبد الخالق، طارق حامد الى حماده طلبه اماميه، ولكن على طول الى رميه التماس. رميه التماس طارق سليمان في المنطقه الفنيه اول باول. طول محمد ابراهيم يرجع ورا لويدار. كل النادي المصري دلوقتي في نص ملعبه. علي جبر مدافع الاسماعيلي السابق ابن هذه المدينه لاعبا وهذا الملعب، انتقل الاتحاد السكندري ومنه للزمالك ومنه لمنتخب مصر. الحقيقه علي جبر تعرض لحالات طرد احيانا كانت ساذجه في مباراه مؤثره، ولكن مع مرور الوقت اكيد بينضج اكتر واكتر. حسام بيجن جنونه وهو هو مدير فني مدرجات. هو ده حسام، روح واصرار ورغبه في نجاح الاستمرار، والتحدي عنصر مهم بيولد كتير من الاستثاره عنده والسمات الاراديه الكبيره. رميه تماس، رميه تماس احمد ايمن منصور على طول. محمد مجدي تقطع بره رميه تماس. تبديل جديد للنادي المصري. شوف العجوز احمد، ليس عجوز الاسماعيلي، كان لاعب للمصري لكن هو احمد العجوز لاعب النادي المصري اللي كان لاعب سابق في نادي النصر وفي تليفونات بني سويف، وكان ناشئ في نادي ابي هذا اللاعب. هيخرج احمد ايمن منصور الباك الشمال للنادي المصري. شوف احمد هيرجع ورا ولا هيبقى باك شمال، نشوف. ادي عجوز احمد عجوز الاسماعيلي، بدايته موسم 86 87 كناشئ صغير مع نادي الاسماعيلي في بورسعيد في دوره كانت اسمها دوره نادي النصر، ثم بعد ذلك فاز مع النادي المصري ببطوله كاس مصر مع جيل عظيم ايضا في ذلك الوقت. تاني على طول عاليه فوق صغيره، ولكن عكس الاتجاه والادراك فيها بينهم وبين. ادي العجوز بيدي التعليمات، اداله طارق سمان من حسام حسن. رمي التماس على طول اماميه. علي جبر مبدا الامان، لكن الباص وحش قوي يا علي، طلعوا الكره وحش. اماميه تاني من جديد. جمعه، عبد الله جمعه واحد من نجوم المباراه بالمناسبه. عبد الله جمعه ونجح في ان يخلي احمد حسام يطلع شيكابالا من الملعب، لان خلى شيكابالا على مستوى الدفاع من عبد الله جمعه قام بدور كبير، خلى شيكابالا ما يظهرش بشكل كويس. ليس فقط بل هو نفسه قام بادوار هجوميه مؤثره وكرات عرضيه محترمه. ضربه حره يلعب كابوريا. هذه الضربات الحره اللي بيعتمد عليها كتير المدافع محمد مجدي لما بيطلع في كرات الثابته، لكن المره دي ما طلعش تقريبا. الكره الثابته على طول. حسام حسن قال له ما تطلعش الناوي. سلام يا سلام، يستفيد بالقانون ان يمسك الكره بايديه في مساحه منطقه الجزاء بالكامل. هو الوحيد اللي مسموح له يلعب الكره بايديه طبعا احمد الشناوي، ولكن داخل منطقه جزاءه فقط. اماميه مصطفى فتحي، يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا جماله يا جماله، لكن دفاع النادي المصري على طول قطعوها خلصوها، والهجمه المرتده والله عايزين يعملوها. الله الله، انطلاقه من جديد، انطلاقه من جديد. كويس ومساحه برضه الروح من طلبه، وهو طلبه اللي اي مدرب يتمناه في الادوار الدفاعيه. هو ده. بص يا اي رشاقه، اي اناقه، في لحظه ممكن يجيب لك الاستفاقه. هي دي قيمه لاعب مصطفى فتحي، واحد من ارشق اللاعبين. والرشاقه المقصود بها علميا هي تغيير وضع الجسم واجزائه الكامله سواء على الارض او في الهواء اثناء سير اللعب. دي الرشاقه وبسرعه عاليه. الركنيه الساعه، لكن بيهزر مع الشناوي عملاق حراسه المرمى في نادي الزمالك ومنتخب مصر. الشناوي والده كان حارس مرمى ايضا ممتاز ومدرب حراس مرمى ناصر الشناوي. من جديد كان اشرف عبد الله ايضا، ولكنه مدافع كبير ايضا مما حضروا ميلاد هذا الحارس في مشواره مع النادي المصري وفي قطاعات الناشئين. دايما بتلاقي الكويس، بتلاقي عمل بالكامل. الحرب واحد هتاخذ الكل حق. حول تاني من جديد. ادي الباص الامامي السريع. شوف احمد رؤوف كل مره عامل مشكله لدفاع نادي الزمالك. اماميه من تاني. شوف محمد ابراهيم يلعب الباص الجميل وعلى طول فاول. شوف محمد مجدي واسامه العزب، وشوف الباص الجميل الحقيقه اللي عمله محمد ابراهيم كابتن نادي الزمالك. محمد ابراهيم
بص ورا ده، بص محمد مجدي عمل النهارده بالموسم كله موسم عظيم. ميدو مستغرب الخطأ اللي تم يعني، لكن في فاول فعلا يا ميدو، فعلا في فاول. الزمالك لقاءه القادم هيكون مع الجيش في مباراة سموحة، ما ننساش كمان مباراة سموحة، لا مباراة الزمالك بإذن الله. الزمالك مباراته القادمة مع سموحة، ثم بعد ذلك الإسماعيلي، ثم الأهلي، لكن النادي المصري مباراته القادمة مع الجيش، ثم المحلة، ثم بتروجيت. ترجع تاني إلى كابوريا، مكسب كبير جدا جدا كابوريا للنادي المصري. حاولت مرور على طول من عبد الله جمعه لكن الضغط عليه. طارق حامد على طول الى مصطفى فتحي، دور على عمر جابر، ادي الباص امامي راحت لبره، ولكن على طول جميل في اللعبه الاخيره. ادي كهر استلام والمهاره عنده، سرعه الاداء بالراحه، ادي طول. لا 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 لا، الله 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 الله، حبة الكريز مصطفى فتحي يتقدم باول اهداف. الله 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 يا بابا، خلى الزمالك منصور يا بابا. الله 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 الله، اي روعه، اي ابداع، اي اقناع. مصطفى مغرو في صناعه وتعباع. نعم تقدم نادي الزمالك باول اهداف اللقاء. بصوا شوف كهربا بحلاوته، بصوا شوف محمد ابراهيم ومهارته، شوف باسم وتصليحته، شوف مصطفى فتحي. الله الله يا بابا، خلى الزمالك منصور يا بابا. الله 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 الله، حبة الكريز بقول لكم والله بستخسر كل من 90 دقيقة يكون مصطفى فتحي فيها خارج تشكيلة نادي الزمالك مع كل المدربين اللي ضربوه. لاعب خطير، لاعب كبير، لاعب موهوب، ولكن هدف في عمل جماعي ممتاز، في انتشار وتوزيع ممتاز. الزمالك يتقدم بهدف الى احمد العجوز، يتمنى من جديد ان يعود، ثم بعد ذلك يبحث عن الفوز. اقصى اليسار من تاني، خرج احمد ايمن منصور، ادي الكرة العرضية عالية فوق، لسه كرة في الملعب، كهربا الهدف جميل، امامية باسم الى اسامة العب الى احمد العجوز في نص الملعب على طول. تبديل نادي الزمالك، عمل تبديلاته الثلاثة خلاص. لو الزمالك ما عملش تبديلاته الثلاثة كان زمانك بتشوف كوفي لاعب متغير في نص الملعب او تبديل. حسام حسن عمل ماتش كبير، ادي ضربات الرأس، ويا جماله بشماله حطها له 1-0 لك. الذي قدره كبير، عظيمة، فرحة له كبيرة، لو يعرف ان اللقاء صعب، يعرف ان المصري فريق صعب، يعرف ان الثلاث نقاط لو اتت ستأتي عن طريق اداء قوي جدا وعامل توفيق كبير، وبالتالي الحظ يصطفيق من تاني، وكأن الرسالة وصلت. فوق يا حظ انكسف على دمك، الزمالك اخوك وخالك، ويا اخي شكله ناوي على يبقى عمك. والله اعلم. ضربة التاني، لكن ماتش كبير، ماتش قوي. الزمالك ما ظهرش بالشكل الجميل في اللقاء معظم الاوقات، ولكن يحسب للزمالك ان دفاعه بقي على تمسكه، بينما النادي المصري كان قريب من التهديف ايضا ولم يتمكن. لا زال في لقاء بقية، وبالتالي فرصة العودة قائمة ومستمرة. 1-0 للزمالك على النادي المصري. السنة اللي فاتت نتيجة مرتين، منهم مرة نفس الحكم محنفي على طول الى العزب، ثم الامامي قد تكون اوفسايد، لا لم يشارك وبالتالي لم يتداخل. عود من تاني في نص ملعب. يا سلام على طارق حامد اللي عامل ماتش كويس النهارده. ادي الباص الامامي في المساحات بعد خروج احمد منصور، ولكن الى رمزي صالح حارس المرمى. النادي المصري فاز على الزمالك 3 مرات متتالية في عونه 5 1-0. سالت الزمالك فرتين، عايز فاول، لكن محمد الحنفي جنب لعبه باستمرار، حكم اللقاء، ثم بره الى خارج، لم تتماس للسقوط احد لاعبي النادي المصري. وبروح جميله تم تعامل الحقيقه من لاعبي نادي الزمالك. احمد جمعه، ادي احمد جمعه عنده 5 اهداف. احمد جمعه على اعتبار يعني منه يحمي نفسه من الاصابه، ومنه ياخد فاول على اعتبار ان تم عرقلته. لكن محمد الحنفي اللي قلت لكم ما في مره من ساعه ما كان بادئ تحكيم وسقط مره واحده فقط في اختبارات اللياقه البدنيه او الكبر، طول عمره دايما من الاوائل في اللياقه البدنيه. حسام حسن لو خسر ماتش النهارده هيحزن كتير، لانه عمل مباراه كبيره. احيانا ممكن تخسر وانت مش كويس فما تزعلش كتير قوي، لكن لما تخسر وانت كويس وامام كبير الزعل يكون اكتر. ادي مصطفى فتحي بتكريز نالك، الله عليك، تعود من تاني. احمد رؤوف وخبرته الكبيره، الكره العرضيه، ولكن يا سلام يا دويدار، هايل وعظيم في نص الملعب. تعود تاني من جديد، نشوف على طول احمد يوسف، ادي عرضيه تاني الى كابوريا، يا ولد
العارضة لا فرصة بسبعة ارواح. العارضة تنضم حزب وتعارض هدف للمصري حتى العارضة تقف ضد المصري. نعم العارضة تقف في وجه النادي المصري وتصطدم الكرة في احمد الشناوي وتعلن عن عصيان كامل لحسام حسن وللنادي المصري. نادي الشناوي اللعبة الجميلة بعد ذلك من كابوريا والمرمى خالي من حارسه، ولكن العارضة وتصطدم بشناوي وتكون رحيمة لنادي الزمالك وجماهيره الكبيرة لم سلم العرض. اللعبة بتتألم، هي لم سلم العرض بالفعل بتتألم، خاصة في اللقطة الأخيرة هي لقطة التعادل، ولكن الحظ يساند نادي الزمالك بقوة في اللعبة الأخيرة. انطلاقة تاني من جديد. ادي كهربا اللي صنع الهدف، هو كان بدايته، ثم محمد ابراهيم، ثم باسم، ثم مصطفى فتحي الجميل الى كهربا، ولكن دفاع النادي المصري بالمرت تاني 2 على 3 على خلصوها. الهجمه عايزين يعملوها، يا سلام على الحطه الجميله، الله على المسانده، الله على المسانده الجميله. كابوريا واحد من نجوم المباراه، تعود تاني من جديد. طارق حامد وابراهيم عبد الخالق على طول الى كهربا، محمد ابراهيم حلقه وصل جميله، محمد حنفي يقول لا شيء. ادي كهربا مهارات جميله، زعلان طارق سليمان وبيعترض، زعلان، لكن النادي المصري مركزين بيحاولوا انهم يعيدوا تماسك والوصول جديد للمرمى. ادي على طول كابوريا، سلام يا كابوريا، لعيب صانع لعب موهوب. حضر اسماعيل يوسف ولكنه موجود في المدرجات، واعتراض من احمد حسام حكم المساء سمال الحدولي بيعترض عليه. هي ما خرجتش الحقيقه بكامل محيطها، قد يكون بيعترض على كل الكلام على مش التماس. 4 دقائق وقت ضايع، اقتربنا من النهايه. النادي الاهلي على القمه برصيد 29 نقطه، الزمالك الثاني 27 نقطه. الاهلي لعب 13 مباراه، الزمالك لعب 12 مباراه. لو يفوز الزمالك يعتل القمه من جديد، لو يعود المصري يصبح التعادل، يبقى الاهلي في الصداره والزمالك في المركز الثاني. هل ينجح النادي المصري في العوده؟ ولما لا، المصري يعود ويفوز بالثلاث هكذا القدم. الضربه الحره، ولكن الى ضربه رأسية. علي جبر يقدم واحده من مبارياته الكبيره التي كانت كثيره في العام الماضي. علي جبر يتماسك معه دفاع نادي الزمالك. هذه الضربه الركنيه سريعه، توقيته كويس قوي، تمركزه دايما كويس. برضه كابوريا على طريقه اينو وعظمه اينو مع النادي المصري. ما هو اينو ده اصلي ما يتنسيش، والبيو ما يتنسيش، والتصبيبه القويه لازم تتنسي. بعيده ضربه المرمى. حسام حسن سبحان الله كان لسه جنبه 5، اول ما الزمالك جاب الجون اصبح لوحده. غريبه كان قاعد جنبه 5، اول ما الزمالك جاب الجون ال5 ما عرفش يروحوا فين، بقى حسام حسن لوحده. طب ده كلام. طويله اماميه عاليه فوق، ضربه الراس من تاني، جوز ابراهيم عبد الخالق وحامد، عوده الى حماده طوبه. الزمالك 1-0. الزمالك في اخر 3 مباريات لم يدخل مرمى اهداف. الزمالك المباراه الرابعه حتى الان وعلى توالي لا يدخل في مرمى اهداف الا اذا كان للمصري راي اخر في اللحظات الاخيره. بيلعب في ال4 دقائق الاخيره من الوقت بدل الضايع، وضربه حره لصالح نادي الزمالك. محمد حنفي حكم اللقاء، حكم السنه اللي فاتت لنادي مباريات الزمالك، فاز 6 واحده، واول مباراه يديرها الزمالك هذا الموسم، واول مباراه يديرها للنادي المصري هذا الموسم. رئيس لجنه الحكام هو الكابتن جمال الغندور، الحكم الدولي الكبير، خلفا قطعا للكابتن عصام عبد الفتاح الذي ذهب وصاف في رحله عمل، نتمنى له كل التوفيق هناك في الامارات. نعود ثاني من جديد. محمد مجدي، طويله اماميه عاليه فوق على طول اقصى يسار، احمد رؤوف مستنيها العرضيه، احمد الشناوي صمام الامان، مرمى عظيم، حارس مرمى عظيم احمد الشناوي بكل ثقه بكل هدوء وبكل تأني. فرقه الزمالك عادت في هذا اللقاء في اللحظات الاخيره للانتصار الجميل، لكن لا يستسلم. نصر البورسعيدي لا يستسلم كما هو حال الشعب البورسعيدي عندما صمد في مواجهه العدو ولم يستسلم لينتصر لمصر انتصار كبير عزيز. حاول المصري صل بل وقنمت لحل عرضه وعارض النادي لاحراز الاهداف، الا ان الزمالك بخبرته ومهارته وقوته وحبه الكريز مصطفى فتحي عرف طريق هز الشباك. من تاني محمد مجدي نجم المباراه، هيكتور كوبر في المدرجات، واسامه نبيه اعتقد حطوا ايديهم ان ممكن ومهم جدا مدافع بقيمه محمد مجدي يكون حاضر في منتخب مصر في المباراتين الوديتين على الاقل المرحله القادمه. فوق علي جبر، ضربه راس يا جابر يا العزيمه يا ولد، العقل زنا يا عمر. الوقت بدل ضايع خلاص، وحكم اللقاء محمد الحنفي يقول داخل الوقت بدل الضائع هناك وقت بدل ضائع. المصري قد يتلقى الخسارة الثانية هو هذا الموسم، والزمالك يواصل انتصاراته اللي أصبحت مالية حياته، ويوم ورا يوم نقاطه تكثر، هي صافرة نهاية، وأي نهاية انتصار، وأي انتصار